هنعمل النهارده حلو للصيف بطعم المانجا وبتلات مكونات بس، سهل وسريع وطعمه حلو قوي، مش بياخد وقت خالص في التحضير، لا وكمان على البارد، يعني من غير ما نجهز كيك او تدخل الفرن. شكلها حلو كمان طعمها حلو قوي ومكوناتها بسيطه. اول حاجه هكون مجهزه معايا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وعليه كوبايه من عصير المانجا البيوريه، ونص كوبايه سكر بودره. ولو مش بتحب الحاجه مسكره انا استغنيت عن السكر بودره، اكتفيت بسكر المانجا. بعد كده هفضل اضرب فيهم كويس قوي لحد ما يبقى القوام بتاع الكريمه بتاعي تقيله، واجي ارفع المضرب الاقيه بيعمل خط كده كده، القوام بتاعه مظبوط. هندخلها التلاجة علشان ما تسحش. بعد كده هيكون معايا كوبايه من الحليب الدافي، ومهم جدا يكون دافي، ومعايا 300 جرام من البسكوت شاي. اي نوع بسكوت شاي ما عندك بتحبيه استخدميه. ببدا كده اخد البسكوته انزلها في قلب اللبن الدافي، وبعد كده اطلعها واحطها في الصينيه بتاعتي، وافضل اكرر الحركه دي لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. كده عملت اول طبقه. هطلع الكريمه من التلاجة واحط طبقه من الكريمه على وش البسكوت، بعدين اكرر نفس الحركه تاني، انزل البسكوت في قلب اللبن الدافي وابدا ارصه كده طبقات، وهنحط كريمه ونفضل نكرر الحركه دي لحد ما اخلص الكميه بتاعتي او الصينيه بتاعتي. على حسب ارتفاع الصينيه هتستخدمي كميه بسكوت. زي ما قلت لكم انا استخدمت 300 جرام من البسكوت. بعد كده اخر طبقه خالص احط باقي الكريمه، وبعدين هكون مجهزه معايا مانجا مقطعه كده قطع صغيره، وكمان جيلي مانجا. معايا معلقتين من جيلي المانجا وعليهم معلقتين ميه سخنه ونص معلقه من السكر، واقلبهم كده كويس مع بعض. واول ما يدوبوا ابدا كده المع المانجا بتاعتي، اديها وش تلميع. بتفرق قوي في لون المانجا، ما تخليش لونها يتغير، وكمان بيبقى طعمها حلو. وكمان ممكن تضيفي كميه يعني اكتر من الجيلي، وتبقى طبقه فوق المانجا، برضه طعمها يبقى حلو. بس احنا مش محتاجينها، يعني هي المانجا احنا مستخدمين مانجا فريش، فطعمها يبقى قوي، مش محتاجينها خالص. مجرد بس ان احنا ندي المانجا وش كده تلميع علشان لونها ما يتغيرش. بعد كده ادخلها التلاجة واسيبها ساعتين، وبعدين تقطعيها وتقدميها. طعمها حلو قوي. كمان في الصيف ده احنا بنبقى عايزين ناكل كيك، هي مش كيك بس بتبقى حاجه ساقعه كده وحلوه في الصيف. الطبقات بتاعتها مظبوطه، البسكوت بتاعها بيبقى مش بتحسي ان انت بتاكلي بسكوت وفي نفس الوقت مش كيك. شايفين طبقتها عامله ازاي؟ طعمها حلو. الكريمه سكرها مظبوط جدا، طعمها حلو قوي وساقعه وخفيفه ومش بتاخد وقت. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.